كل سنة وانتم طيبين. يلا بينا ندمس فول السحور. شايفين؟ ميته تقيلة كده والفولاية زي الزبدة. يلا بينا أقولك على السر اللي هيخليه كده. هنيجي هنا ننقع الفول، ننقيه بس من أي حاجة لو في فولة مسوسة ولا حاجة، ومهم قوي إن أنا أجيبه أبيض كده والحباية بتاعته حلو. لو هعمله بكرة يبقى من النهاردة بالليل هنقع الفول، من قبلها بليل. هغسله كويس جدا، وبعد كده بقى هحط عليه المية المغلية. خلاص، وهاحط عليه إيه، معلقة عدس على معلقة رز، طماطماية، قرن فلفل، أعصر الليمونة واسيبها زي ما هي، وشوية زعفران، ده اللي بيخلي لونه بقى حلو جدًا زي المطاعم بالضبط. شايفين؟ أسيبه بقى يغلي غلوتين كده على البوتاجاز، وبعد كده لو عندي السخان بتاع الفول أو على نار هادية خالص زي نار الرز كده، هاسيبه لمدة 5 أو 6 ساعات تقريبًا. طيب كده الفول معايا خلاص، هاقفل عليه أهو. قبل ما أقفل عليه هاجيب معلقة نشا ومعلقة بابريكا وشوية زعفران صغيرين أوي وعصرة ليمونة. هاقلب الكلام ده كله كويس كده، وهاحطه على الفول قبل ما أقفل عليه ب5 دقايق، وأقفل عليه تاني وأسيبه ال5 دقايق دول. ده بقى بيخلّي مَيّته تقيلة كده زي بتاع المطاعم اللي بنشتريه من برّه، وبيبقى أبيض كده وحلو جدًا. أهو شايفين شكله؟ وما شاء الله الفولاية مستوية وزي الزبدة. ده طبعًا عشان نقعناه قبلها بليلة. أهو هاغرفه معاكم. شوية طحينة بقى كده على الوش، والملح والفلفل والكمون والليمون، حاجة كده آخر جمال. اعملي بقى بطماطم، اعملي بطحينة، اعملي ببيض، براحتك، وجربي الطريقة دي وإن شاء الله تعجبك. كل سنة وانتم طيبين.